اهلا بيك يا صديقي الجميل في ملخص جديد. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تدعمنا باللايك لانه بيفرق معانا جامد جدا، وكمان ما تنساش تكتب لي الايموجي ده في الكومنتات علشان اعرف انك من الابطال اللي بتتفرج علينا. ويلا بينا نبدأ الفيلم. بيبدأ الفيلم بنشرة الاخبار وهي بتعلن عن اكبر حادثة سرقة في تاريخ امريكا، حوالي 30 مليون دولار. والمباحث الفيدرالية ومحققين امريكا اتجمعوا على سطح شركة امبر للتأمينات اللي اللصوص نزلوا منه وسرقوا اموال الشركة. والمحققين أكدوا إنهم متأكدين إن في حد من الشركة ساعد اللصوص دي. وبنشوف المحقق جيمس بيحقق مع إيدي وبيسأله عن كريس وعن الفلوس المسروقة. وبياخدنا الفيلم لبداية القصة من 3 شهور، وبنشوف إيدي بيسيب الشغل وبيقول إنه هيستقيل، وبيمشي وراه 2 وبيقولوا له لا أنت مطرود، وبيبدأوا يضربوا في بعض لحد ما بينزل واحد من عربية وبيضربهم وبياخد إيدي وبيمشي. وبنعرف إن يبقى كريس أخو إيدي. ولما بيوصلوا للبيت بينزل كريس وأخوه تمثال جايبه هدية لأمه علشان تحطه في جنينة البيت. وبعد كده كريس بيروح الحانة اللي والده شغال فيها، وبيدخل سبيرو صاحب الشغل وبيسخر من أبوه، فبيتعصب كريس وبيتخانق معاه، ولكن والد كريس بيحوش ما بينهم وبيقول له روح. وتاني يوم الصبح كريس قعد مع والده وقال له إنه عارف إن الشغل مع الناس دي مش أحسن حاجة، وبيقول له إن كل حاجة هتبقى كويسة لما يتقبل في الشرطة. وبنفهم إن أبوه كان شرطي في اليونان قبل ما يجوا أمريكا. وبتقاطع كلامهم أخته فيكي وبتديله جواب، ولما بيفتحوا بيعرف منه إنه اترفض من الشرطة لأن أخوه إيدي كان مسجون قبل كده. وبعد كده بيروح كريس لإيدي وبيكون معاه أصحابه جيمي ومايكل، وبيقول له إنه عايز يتكلم معاه ضروري. ولما مشيوا بيقول لإيدي إنهم رفضوا يقبلوه في الشرطة بسببه لأنه اتسجن قبل كده. وبعد كده بتدخل نانسي وبتقول له إنها عرفت من أخته فيكي إنه اترفض من الشرطة بسبب أخوه إيدي. وبيكون معاه جورنان بيدور فيه عن إعلانات للتوظيف، وبيعجبه إعلان عن شركة أمبر للتأمينات، وبيروح الشركة وبيقدم في الوظيفة وبيتقبل حارس أمني فيها مقابل 200 دولار في الأسبوع. وبعد كده بيبدأ شغله الجديد وبيستلم مسدس علشان يحمي عربية نقل الفلوس بتاعت شركة التأمينات اللي شغال فيها. وبيتعرف على صديقه الجديد في العمل سائق العربية توني اللي بيعرفه بنفسه وبيشاور له على صورة فيها عيلته ميري وجيانا، ودول يبقوا بنته ومراته. وبعدها توني بيدخل محل علشان يحصل التأمينات، وبيكون كريس واقف بره وبتعدي عربية كانت هتخبط طفل، وكان جوه العربية دي شابين وبصوا لكريس بصات غريبة ومشيوا. وبيخرج توني وبيحط الفلوس في العربية وبيتحركوا. ولما بيوصل الخزنة توني بيجيب المفتاح وبيضرب كلمة السر 1 2 3 4 وبيقول مفيش أي إبداع عندهم خالص، وبيحط الفلوس اللي معاهم كلها في الخزنة. وبيعرف توني كريس إن الخزنة فيها حوالي 25 مليون دولار، فبينبهر كريس وبيفكر يدخل الخزنة، ولكن توني بيمنعه وبيقول له في كاميرا مراقبة. فكريس سأله هم يعرفوا الخزنة دي فيها فلوس قد إيه؟ فتوني رد عليه وقال له إنهم ما يعرفوش عدد الفلوس اللي فيها. وبيكون جوه الخزنة كلب علشان يحرسها، وكريس اتفزع لما شافه. وبعد كده بيروح البيت وبيعرف ان سبيرو رفض والده من الشغل بسبب خناقته معاه قبل كده. وتاني يوم بيكون توني وكريس بيحصلوا الفلوس كالعاده، فدخل توني يجيب الفلوس وكريس وقف بره، ولكن بتظهر نفس العربيه اللي فيها الشابين بتوع امبارح وبيرموا شنطه تحت العربيه، وبيطلع في الشنطه دي قنبله، وبعدها الشنطه بتنفجر وبيحصل اشتباك بينهم وتبادل لضرب النار. وبيحاول توني يمنعهم ويكشف وش واحد منهم، فضربوا كذا ضربه بالمسدس لحد ما وقع ومات، وركبوا عربيتهم وهربوا بسرعه. وعلى صوت ضرب النار بتيجي الشرطه على مكان الحادثه، وبيوصل المحقق جيمس والمحقق جونسون. والمحقق جيمس بيروح لكريس وبيعرفه ان توني مات، ولو عارف حاجه يا ريت يقول له. فكريس قال له انا مش عارف اي حاجه، وكان متضايق جدا لموت توني الراجل الطيب اللي عنده عيله خسرته. وفي البيت عيلته بتطمن عليه، وبتيجي نانسي كمان بعد ما عرفت اللي حصل علشان تطمن. وفي الشغل مديره بيلومه علشان ما دافعش عن توني، وبيقول له احنا مدينك مسدس علشان تحمي بيه اللي معاك، ومن النهارده انت هتشتغل جوه المخزن وهتمسك الشفت الليلي. واصحابه في الشغل كمان بيكونوا متضايقين منه بسبب انه ما قدرش يحمي توني. وبعد كده بيلاقي ورقه مكتوب فيها ان الشركه صرفت لمرات توني تعويض 50,000 دولار، ولكنه بيكون عارف انها اخدت 5000 بس. وتاني يوم وهو ماشي مع اخوه ايدي بيحكي له ان الشركه نصبت على مرات توني وادتها 5000 وكتبت 50,000، فبيقرر انه ينتقم منهم ويرجع حق توني. ولما بيرجع لشغله بالليل وبعد ما الكل بيمشي بياخد مفاتيح الخزنه وبيفتحها، ولكن في لحظتها بيجي اتصال من شركه المراقبه وبيقولوا انه جالهم بلاغ من الشرطه لان الخزنه اتفتحت، وطلبوا منه انه يقفل باب الخزنه ويتصل بيهم بسرعه لو في اي مشكله. فبيلاقي عصايه طويله فبيجيبها ومدها لجوه الخزنه من غير ما يدخل علشان الكاميرا ما تصوروش. وقام ساحب شنطه من الخزنه واخدها وقابل اخوه ايدي وقال له انه جاب شنطه من الخزنه ومحدش عارف ولا هيحس ان الفلوس نقصت. وطبعا ايدي فرح بالفلوس، ولكن كريس وقف عند بيت توني ونزل وقابل
قابل مراته وبنته وقال لها انا ابقى صديق لتوني وادالها جزء من الفلوس. وبعد كده كريس وايدي بيسهروا في ملهى ليلي، وايدي بيقابل اصدقائه مايكل وجيمي اللي كانوا قاعدين مع راجل كولومبي بيكون تاجر كوكايين، وبعد ما بيخلصوا بيقعد معاهم ايدي وبيعرفهم كل اللي عمله كريس. ولما بيجي كريس يقعد معاهم بيقولوا له انهم عايزين يسرقوا الخزنه، فكريس بيرفض وبيزعق لايدي لانه قال لهم على اللي حصل وما مسكش لسانه، وقال له كان المفروض يحترس في الكلام مع مايكل وجيمي لانهم شغالين مع سبيرو اللي لو عرف هيروح يسرق الفلوس. فبيقول له ايدي وفيها ايه يعني لو سرقنا ملايين، وفي اسوأ الظروف لو اتمسكنا هنتسجن سنه واحده بس. وبعد كده كريس بيكون في الشغل وقاعد باصص لشنط الفلوس، فقام اتصل بايدي وطلب منه انه يقابله على العشاء وعرفه انه وافق انهم يسرقوا الخزنه دي. وبعد كده قابل ايدي وجيمي ومايكل واتفقوا انهم يسرقوا الخزنه، وشرط عليهم ان سبيرو ما يعرفش اي حاجه عن سرقه الخزنه، ولكن جيمي رفض وقال لهم انهم لازم يعرفوا سبيرو. فقال له ايدي ان سبيرو لو عرف هياخد الفلوس كلها لوحده ومش هيسيب لهم اي حاجه. فرفض جيمي كلامهم وسابهم ومشي. وبعد كده قعد كريس يشرح لهم الخطه ورسمها على ورقه، وقال لهم انه هيكون ليله الخميس في الخزنه لوحده، وفي اليوم ده ايدي هينط من على السور ويكسر الكاميرا، وقال لهم ان الحراس في اليوم اللي بعده هيمشوا الساعه 8 وهو هيكون هناك لوحده، وبيقول لهم يقفوا بره جنب كابينه التليفون ويستنوا مكالمه منه. وفعلا تاني يوم بيكون كريس في الخزنه، ولكن المفاجاه ان بيوصل المحقق جيمس والمحقق جونسون ومعهم قوه، وبيقول له ان جالهم بلاغ بيقول ان في حد هيسرق الخزنه النهارده، وطلب من القوه اللي معاه انهم يطلعوا على السطح. وفي الوقت ده ايدي ومايكل كانوا مستنيين كريس يتصل بيهم، وبيكون كريس خايف انهم يدخلوا الخزنه لان الساعه عدت 8، وبينتهز فرصه ان الكل مشغول وبيكلمهم وبيعرف ايدي ان الشرطه موجوده في الخزنه. ولكن المحقق جيمس بيشوفه بيتكلم في التليفون، فبيساله انت بتكلم مين؟ فرد عليه وقال له ان والدته اتصلت، فمسك السماعه علشان يتاكد كان بيكلم مين. ولكن لحسن حظ كريس ان الشرطي اللي على السطح كلمه في اللاسلكي وقال له ان في حد نط من فوق السور، فخرج وجري لبره وحصل تبادل لاطلاق النار. فجيمس قال لجونسون انه يستدعي دعم ليهم، وقالوا لكريس يفضل جوه، ولكنه خرج بالمسدس بتاعه علشان يساعد. وجيمس ضرب واحد بالنار ووقعه على الارض، ولكن في غفله كده كان هيلف ويضربه بالنار، ولكن كريس بسرعه صوب ناحيته وضربه بالمسدس وانقذ جيمس. ومايكل اتضايق قوي واعتقد ان جيمي هو اللي بلغ الشرطه، فضربه بالمسدس قدام ايدي وموته، وقال لايدي هنكمل اللي بدأناه وهنسرق الخزنه. وبعد كده صوره كريس بتنزل في الجرايد لانه انقذ الشرطي جيمس ومنع كمان اللصوص انهم يسرقوا الخزنه، وامه والكل بيكونوا فرحانين جدا بيه. وكريس بيقابل ايدي وبيقول له امبارح كان يوم عجيب جدا لان عصابه تانية هجموا على الخزنه وكانوا هيعملوا نفس اللي احنا كنا بنعمله في نفس التوقيت. فايدي قال له ان مايكل قتل جيمي ومصمم انه يسرق الخزنه، فاكد عليه كريس ان جيمي ملوش دعوه باللي حصل وانها كانت مجرد صدفه، وطلب من كريس انهم يسرقوا الخزنه قبل مايكل. ولكن كريس رفض وقال له ان الكاميرات اتصلحت وفي كاميرا دلوقتي على كل باب، والامر تقريبا بقى صعب جدا ويكاد يكون مستحيل. فايدي قال له ان هو هيسرق الخزنه حتى لو انت ما سرقتش معايا، وقتها بقى ابقى بلغ عني او فكر وانضم ليا. وبيعرفوا انه هيعملها مره واحده ومش هيكررها تاني ابدا. وتاني يوم كريس بيكون في الخزنه بالليل وبيسمع صوت خبط فوق السطح، وبيلاقي ايدي كسر السقف ونزل منه، فطلب منه يمشي من الخزنه ولكن ايدي رفض. وغرفه المراقبه اتصلت على كريس وما كانش عارف يعمل ايه، يرد ولا لا. فايدي قال له ان هو مش هيمشي من الخزنه الا بعد ما ياخد الفلوس يا اما يقتله. فكريس رد على التليفون وقال لهم ان الامور هاديه في الخزنه وانه مش محتاج اي مساعده. وبعد كده ايدي طلب من كريس انه يفتح الخزنه، وكريس طلب منه انه يلبس القناع قبل ما يدخل، وبالفعل لبس القناع ودخل. ولما شاف الكلب اتخض منه وضربه بالنار وخرج وطلب من كريس يدخل معاه. فكريس قال له ان في كاميرا على الباب وما ينفعش يدخل، فايدي ضرب الكاميرا بالرصاص وكسرها. ولما كريس قال له هقول انا ايه للناس دلوقتي، جه ايدي من وراه وضربه على دماغه. وبعدها وصل المحقق جيمس والمحقق جونسون، وبيكون معاهم 2 ضباط من الحكومه الفيدراليه الا وهما العميل رانسون والعميل وانو جينات. والمحقق جيمس سأل كريس على ايه اللي حصل بالظبط، فقال له انه كان بيتكلم في التليفون وحد ضربه من الخلف على دماغه وان عقله دلوقتي في حاله فوضويه. والمحقق جيمس قال ان المكان اتسرق 3 مرات في شهر واحد اثناء وجودك فيه، وبيكون شاكك في كريس بدرجه كبيره جدا. وبعد كده جه العميل رانسون ونو جينات وسالوا كريس على اللي حصل، فقال لهم ان هو كان بيتمشى في المكان وحد خبطه من ظهره على دماغه. بس المحقق جيمس لما سمع استغرب وقال له انت لسه كنت قايل انك بتتكلم في التليفون. فكريس رد عليه وقال له ان الخبط لسه مقصره وانه مش قادر يفتكر كويس. فكمل عميل المباحث الفيدراليه وقال له غرفه المراقبه اتصلوا بيك وقلت لهم ان مفيش اي حاجه في الخزنه صح كده. وبعدها بيوصل المدعي العام رودولف جولياني وبيسالهم عن حجم السرقه، فبيقولوا
وقالوا له ان الصحافه بتضاعف الرقم، بس هو ممكن يكون حوالي 10 مليون دولار، اكبر سرقه حصلت في امريكا. وقالوا له ان اللي قام بالسرقه ومهد ليها قبلها بيومين اكيد هي المافيا المحليه، واستبعدوا تماما كريس من السرقه، وده لانه اتفه من انه يقدر يقوم بالسرقه دي كلها، وكمان لا يمتلك اي امكانيات. فالمدعي العام قال هو سمح لهم انهم يدخلوا، بس انا معاكم وشايف انها جريمه منظمه واكيد طبعا اكبر منه، وامر بالقبض على ال5 عائلات بتوع المافيا المحليه. وبعد كده ايدي بيقابل كريس وبيكون جايب له نصيبه من الفلوس، فضربه جامد في وشه وقال له الضرب ده علشان حطمت وشي. فرد عليه وقال له انا عملت كده علشان يكون عندك حجه لما يسالوك. وبعد كده قال له مايكل عايز يقابلك علشان يدخل معاهم في تجاره المخدرات مع الراجل الكولومبي. فزعق له كريس وقال له انه لو شافه تاني هيموته، وكل ده وبيكون المحقق جيمس بيراقبهم. وبعد كده ايدي قابل مايكل وقال له ان كريس رفض يقابل الراجل الكولومبي، واكد عليه انه يدخل معاهم في صفقه المخدرات، وبيكون جيمس بيراقبهم وشايفهم طول الوقت. وبعد كده جيمس جاب ملف مايكل وايدي وعرف انهم اتسجنوا قبل كده. وبعدها جيمس نفسه راح قابل سبيرو وقال له ان مايكل سرق خزنه شركه التامينات من وراه. وبنشوف جيمس بيتفرج على الفيديو اللي كان واضح فيه ان في حد عرف اللي بيسرق ان في كاميرا وقال له يكسرها. فاستدعى كريس وحقق معاه، وكريس قال له انه كان بيتمشى في المكان ودخل الحمام وحد جه من وراه وضربه على دماغه. فجيمس وراله الفيديو وقال له ان في حد كان واقف قصاد اللي سرق وعرفه ان في كاميرا، وعلشان كده الحرامي كسرها قبل ما يدخل الخزنه. ولكن كريس برضه رفض يعترف وقال له انه ما يعرفش اي حاجه. وبعد كده واحد من رجاله سبيرو قابل كريس وقال له ان سبيرو عايز يقابله، وفعلا بيروح يقابل سبيرو اللي ساله على مكان الفلوس. فرد عليه وقال له انا ما اعرفش اي حاجه. فسبيرو قال له انا عارف ان انت اللي سرقت الخزنه وكان معاك مايكل وايدي. وفي الوقت ده بيدخل عليهم جيمي بيعرج، وبنعرف انه لسه عايش، وهو اللي قال لسبيرو على خطه كريس، وعلشان كده سبيرو طلب منه يجيب الفلوس. والمحقق جيمس والمحقق جونسون بيروحوا الحانه اللي شغال فيها ايدي وبيطلبوا من نانسي يشوفوا دولاب ايدي، وفعلا بيلاقوا الورقه اللي رسم فيها كريس خطه السطوه على الخزنه. وبيكون في الوقت ده مايكل وايدي مع الراجل الكولومبي وبيدوا له الفلوس كلها، والفلوس دي بتكون نصيب ايدي اللي هم 8 مليون دولار علشان ياخدوا منه الكوكايين. فنصب عليهم وخدعهم واخد الفلوس وهددهم انه هيقتلهم لو ما خرجوش دلوقتي. فطلع مايكل مسدسه، ولكن الراجل الكولومبي كان اسرع منه وقتله. اما ايدي فعرف يهرب ووقف يكلم كريس في التليفون، ولكن جيمس جه وقال له خلاص كده اللعبه خلصت واخده. وفي مكتب التحقيقات قال له انه عارف انه كان مع الراجل الكولومبي وانه اخد نص الفلوس اللي سرقوها منه، وساله كمان على باقي الفلوس وساله على مكان كريس. وبعد كده كريس بيرجع البيت وبتقابله فيكي اخته وبتقول له ان الشرطه بتدور عليه. فقال لها انه حاطط الفلوس في التمثال اللي في الجنينه اللي كان جايبه هديه لامه، وبيكون حزين جدا على الموقف اللي حط ابوه فيه. وبعد كده ايدي بيجري ورا كريس وبيقول له ان الشرطه عرفت كل حاجه، وفهمه ان جيمس لقى خريطه سرقه الخزنه عنده في الدولاب. وكريس عرفه انه جيمي عايش، ولكن ايدي ما كانش مصدق لانه اتقتل قدامه، وطلب من كريس فلوس لان فلوسه اتاخدت. فرفض كريس انه يدي ايدي اي فلوس، وقال له الفلوس دي هديها لابويا علشان يشتري بيه بيت. فطلع مسدس وهدد كريس ان هو هيقتله لو ما اخدش الفلوس دي. ولكن بيجي ابوه وبيضرب على دراع ايدي نار وبيقول له بكل اسف ان الشرطه وصلت. وبيوصل المحقق جيمس وبيأمر الاب انه ينزل المسدس، وكريس بيخاف على ابوه قوي وبيحاول يحميه، وبيحطوا الكلبشات في ايد كريس وايدي وابوهم. فكريس بيعتذر لابوه وبيكون خايف عليه قوي. وبيخلص الفيلم على ان كريس وايدي بيدخلوا السجن وبيتم اطلاق سراحهم في 10 اكتوبر 1991. اما باقي الفلوس بقى فلسه مفقوده ولم يتم العثور عليها ابدا. ولحد هنا بتنتهي احداث فيلمنا النهارده. استنوني بقى في فيديوهات وملخصات جديده. سلام.